السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة موسم عاشوراء. عام سعيد عليكم ان شاء الله. وبمناسبة الموسم ده هنعمل مع بعض النهاردة العاشوراء الجميلة دي. قد ايه كريمية وطعمها حلو قوي. امشي على الخطوات اللي هقولك عليها في الفيديو ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. قد ايه سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف الطريقة، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مني، ولايكات كتير حلوة منكم للفيديو. معايا هنا نص كوباية قمح. انا نقيت القمح كويس جدا وهبدأ كده اغسله غسلة كويسة جدا واسيبه كده منقوع في المية لمدة 3 أو 4 ساعات على الأقل. ولو مستعجلة عليه هتنقعيه في مية مغلية لمدة ساعة. بعد ما يعدي عليه كده حوالي 4 ساعات برفعه كده على نار عالية في البداية، وأول ما يغلي كده معايا 3-4 غلوات كده ببدأ أهدي النار خالص عليه واسيبه يستوي كده براحته خالص. يعني بالظبط هياخد معاكي كده وقت من ساعة لساعة ونص على نار هادية. وكل ما يشرب المية بتاعته بتزوديله كده من نص كوباية لكوباية من المية لغايه ما يستوي خالص معاكي، ويبقى يعني تعملي كده تيست للحبايه بين ايديكي كده لقيتيها استوت خالص تمام كده، القمح كده مظبوط معانا. لو لقيتيها لسه كده نيه وفيها مدغه كده زودي لها كده نص كوبايه من الميه على نار هاديه وكملي باقي التسويه بتاعتها. هنا كان القمح ما شاء الله نفش كده واستوى معايا جدا وبقى دايب خالص. هسيب القمح يبرد بقى كده حوالي كده ربع ساعة او نص ساعة يبرد خالص، بحيث هنضربه كده في الخلاط ضربة كويسة جدا. تضربيه كده لغاية ما تنعميه خالص بالشكل ده. ولو لقيتيه كده معاكي تقيل في الخلاط ضيفيله كده حوالي ربع كوباية من المية. بعد كده تعالوا نجهز بقى مع بعض كده الاضافات اللي هنضيفها للعاشوره. معايا كده معلقتين قشطه بلدي، القشطه بتاعت وش اللبن. كمان معايا معلقتين من النشا، معلقه صغيره ولكن مليانه كده هرميه. معايا كمان معلقتين كبار من اللبن البودره او الكريم شانتيه اللي متوفر عندك. معايا كمان نص كوبايه من السكر، وطبعا السكر حسب الرغبه وحسب الكميه اللي انت بتعمليها. باقي الاضافات معايا كده كيس فانيليا باودر او نقطتين فانيليا كده من السايله، وتلات او 4 كده حبات من القرنفل، ونص معلقه صغيره من القرفه. الاضافات دي بتدي طعم ونكهه حلوه جدا للعاشوره. ومعايا لتر لبن بلدي او معلب اللبن اللي بتحبي تستخدميه. رفعت كده العاشوره على نار متوسطه وضفت لها لتر اللبن، بس سبت كده حوالي منه ربع كوبايه علشان اقلب فيهم معلقتين النشا. لسه كده اللبن بارد معايا هبدأ اضيف الاضافات دي. ضفت كده اول حاجة القرفة والقرنفل واقلب كده كويس جدا وادوب كده كويس جدا القرفة مع اللبن. بعد كده هضيف اللبن البودرة، ولسه برضو اللبن بارد معايا، اللبن لسه ما كانش سخن خالص، لان لو اللبن سخن الاضافات اللي احنا هنضيفها دي هتكلكع كده في اللبن. فخلي النار هادية خالص على اللبن وابدأي تضيفي الاضافات اللي انا بقولك عليها دي. طبعا بضيف كل حاجة وبدوبها كده واقلبها كويس جدا. بعد كده ضفت نص كوباية من السكر، واحتجت كمان ان انا اضيف حوالي ربع كوباية. يعني المقدار ده اخد معايا بالظبط كوباية الا ربع من السكر، وطبعا حسب رغبتك في السكر بتحبيه مسكر قد ايه. بقلب بقى كويس جدا وابدا ارفع كده النار شويه، اخليها يعني متوسطه مش هاديه قوي، اخلي النار كده متوسطه. عشان هنا انا ضفت كده خلاص الاضافات كلها، عايزه بقى كده اللبن يبدا يغلي معايا. اول ما يبدا يغلي كده اللبن بالشكل ده معايا بقى بجهز كده ربع كوبايه اللبن اللي انا شلتها كده على جنب، واضيف لها كده معلقتين النشا وادوبهم كده واقلبهم كويس جدا، واسمي بالله وابدا اضيف النشا تدريجيا واحده واحده على العاشوره. زي ما انت شايفه بالشكل ده ايد كده بتقلب والايد التانية بتنزل تدريجيا بالنشا. ما ينفعش نضيف النشا كله مره واحده هيكلكع. فبضيف كده علشان كمان اظبط القوام معايا. بالظبط اخد معايا ربع كوبايه الحليب ومعلقتين النشا، وكان هنا القوام مظبوط جدا. هنا عايزه هنا قوام العاشوره مش تقيل قوي، ما تقلهوش لاني العاشوره لما بتقعد بتتقل كمان عن كده، فحاولي القوام يكون خفيف شويه بالشكل ده كده. هسيب بقى كده يغلي غلوة كويسة جدا، وضفت له كده كيس فانيليا باودر او نقطتين كده من الفانيليا السايلة. وبعد كده برفعه من على النار وابدأ اضيف اخر اضافة وهي معلقتين كده قشطة بلدي.
قد ايه بقى كده الاضافة الاخرانية دي بتدي طعم حلو قوي 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 للعاشورة. قلبتها بقى كده كويس جدا، وبعد كده بجهز معايا البولات وهبدأ اصبها بالشكل ده. طريقة الغرف بتغرفي كده من تحت لفوق من تحت لفوق بالشكل ده كده. صبيت بقى كده وغرفت الكمية كلها، ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة قوي. في ناس بتحب تاكلها وهي دافية كده لسه، في ناس بتحب تسقعها شوية في التلاجة. بصراحة انا من الناس اللي بتحب تسقعها كده شوية وبعد كده تاكلها. فهدخلها كده التلاجة حوالي كده نص ساعة او ساعة. هنا كنت بقولك ما تنسيش وانتي بتغرفي الاطباق بتاعتك تشيلي كده حبات القرنفل. دخلتها بقى كده التلاجة واسيبها كده حوالي نص ساعة او ساعة، وبعد كده هطلعها وازينها كده تزيين بسيط بالشكل ده. جربي العاشورة على طريقتي وهتعجبك قوي بجد، طعمها كريمي وبتدوب كده دوبان في البق. السكر بتاعها مظبوط وكمان القوام بتاعها مظبوط جدا. امشي على كل حاجة قلتلك عليها بالظبط، وبجد هتاكلي اجمل واحلى طبق عاشورة. بألف هنا وشفا مقدما، وما تنسيش تشجعي الفيديو بلايكات كتير حلوة منك. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.